هذا في قصة حصلت علينا. شيء حصل علي أنا شخصيا. رحنا نتمشى أنا وأخويا نلي وصرنا بلنا محل نزلنا بالقيض، لا هو وقت مطر ولا هو وقت، وإحنا نشوف لنا غيمة الحالة تمشي. يوم صارت جنوبا عنا بيننا وبينها له جبل يمرمر عادة الغيمة هذه. وانتم بالصيف؟ حنا بالقيض، ما هو وقت مطر ولا هو وقت، منتصف القيض، منتصف الصيف حر. اي والله. وحنا نستغرب سبحان الله العظيم من هالغيمة اللي رعدت غيمة الحالة، ورعدت واختفت هالغيمة ما ادري وين راحت. هذا سبحان الله هالغيمة سايق هلا عليه لها رجال مقطوع ضايع من خوياه وذابح والظما له تلعه. سبحان الله العظيم. حنا غيرنا محلنا قلنا بندخل مع ضلعانه اللي عليه هنا الغيمة رعدتها. يوم دخلنا لنا شعيب، يوم هذا ترى المطر رش المطر على هالشعيب هذا، ولا داخل احد التلعه بدخاله واحد خط، ما داخل سياره ولا داخل. يوم دخلنا مع الغياب حنا جينا اخر التلعه، يا هذا الرجال يوم طلع علينا رامي ثياب ابد ما عليها الا بس له شيء مغطي بس مخر صدره، ضايع له 3 ايام. اي ضايع من خوياه، رايحين يتمشون راعى رجليه وضاع. وصارت الجبال بينه وبين خوياه، حنا بجبال عويرض حنا، وهو مضيعين خوياه بالحر فوق ونازل انما جاب بطن عويرض وضاع ما يدري، هو ما يدري شلون يرجع. ومقطوع خلاص فهالتلعه. طبعا ما في نت، ما في ابراج، ما في اتصال وما في شيء. يمرم يشر لي الرجال هلو وانا ازيف ويشبك يديه من فوق المنظره هلو ويطيح تحت، بغت تنكسر المنظر معه وانا امسك ايده من تحت منها. انت باللحظه هذه يبغى تحسب انه وش فيه؟ والله الرجال ما ادري ايش وضعه انا، حتى ما يطالع بوجهي انا، ما يراعي الوجهي، يراعي فوق هذا. خلاص مو مش هو مو حاسس بان تكيتنا له وكذا. وقفوا اخويانا عندنا وش هذا؟ والله ما ادري وش هتشوفون الرجال. احنا طبعا انتهت التلعه نبي ننزل، نزلنا عفشنا، احنا عرفنا ان الرجال مقطوع هذا. لكن سبحان الله العظيم شوف هالغيمة اللي احنا سمعنا اللي رعدت بالقيض، ما هو وقت مطر، على هالشخص، على هالتلعة اللي بها الرجال المقطوع، وله منقعنا الماء حلقه بس انه ابتل الصفا يقول الحس بلساني عقب بعد يوم نطق وعلمنا، يقول الحس بلساني ما نقع الماء علشان يروى. سبحان الله. يمكن لو روى يموت.